السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، عاملين إيه؟ كويسين؟ أنا جاي لكم في خبرين كده، اتنين في واحد، شامبو وبلسم على طول. بس نصلي على النبي في الأول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاكرين الصفقة بتاعت عمر كمال عبد الواحد لما احنا قلنا يا جماعة الراجل عايز الأهلي، خلصوا مع الأهلي وخدوا لكم 10 مليون ولا حاجة واستفادوا بالست أشهر دول، لأن الولد هيوقع للأهلي، فأنتوا تعملوا الكلام دوت أحسن لكم وتستفادوا بيه. اللي أخر الموضوع بتاع عمر كمال عبد الواحد كان الأهلي عايز يخلص معاه في يناير وبعدين ياخدوا آخر الموسم، لكن حاجتين خلوا الأهلي يخلص في يناير ده، خلاص يبقى أهلاوي، يعني أول يناير يكون أهلاوي. إيه السببين؟ السبب الأول احترامهم لأستاذ وليد دعبس اللي صرح وقال احنا عارضين الولد للبيع، والأولى النادي الأهلي لسببين: الأهلي خيره على فيوتشر وفضله على فيوتشر وادى لعيبة لفيوتشر من الأول من قبل ما نشتري النادي. تاني حاجة والأهم واللي هو فهمها كويس إن اللاعب عايز الأهلي، ده سبب. السبب التاني إن الولد كان متردد، هل هيجي الأهلي يقعد على الدكة ولا أنا دلوقتي بلعب في المنتخب هروح بقى الأهلي أقعد على الدكة ولا ألعب؟ لحد ما جاله تليفون من كولر، التليفون ده طمن قلبه، نزل عليه بردا وسلاما. إيه هو؟ قال له يا ابني انت بتلعب في 5 مراكز، انت جوكر بالنسبة لي، يعني انت لعبك اذا ما كانش باك يمين باك شمال، ما كانش وينج يمين وينج شمال، ما كانش ده ولا ده، هتبقى في خط النص. يعني انت جوكر، يعني انت تبقى انت تتحط الاول وبعدين نرص عليك بقية ال10. فالولد اطمن، الموضوع خلاص خلص يا جماعة، كده نظم رسمي ان شاء الله. عمر كمال من اول يناير، مفيش بقى من بداية الموسم اللي جاي، لا من اول يناير. الخبر التاني بتاع فتوح اعلن رسميا ان الزمالك بالنسبة لي انتهى، الزمالك بالنسبة لي انتهى. تاني حاجة بقى والخبر المهم، فاكرين راجل الاعمال اللي جاب عربية لامام عاشور؟ فتوح قعد مع راجل الاعمال ده وقال له مشكلة عربيتك مالكش دعوة بيها، اللي اقساط اللي عربيتك انساها، اذا كنت عايز الاهلي في اول يناير شوف الاهلي عايز ايه وخلص معاه وسيبك من موضوع عربيتك ده، وانسى حكاية الفروقات اللي بيننا وبين بيراميدز، انساها خالص. انت ممكن كل الكلام ده يتعوض في اعلانات، ورمضان داخل، كل سنة وانت طيب، عندك اعلانات في رمضان، عندك بطولات في الاهلي، عندك جماهيرية في الاهلي، الكلام ده كله مش موجود في بيراميدز. وبص رمضان صبحي وعبد الله السعيد واكرامي وغيره 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 كله ندمان، وفتوح فاهم الكلام ده كويس، فتوح دارسها كويس من ناحيتين، هو كسبان في الاهلي. فخبر فتوح اتسرب ووصل لنا الحمد لله، واحنا قلنا نطلع نقول لكم الخبرين دول عشان الخبرين دول مهمين وهيزعلوا ناس كتير قوي وهيبقوا مرعوبين على الباقي. واللي يجي يقول لي احتراما لإدارة الزمالك ومش احتراما، الكلام ده في طابونة. لما يبقى في قعدة عرب اللاعب اللي انتهى عقده انا اولى بيه، ما هو هيروح اي نادي تاني، الكلام ده لو عقده لسه ساري في النادي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.